لما تحس ان انت خلاص هتستسلم، هي دي اللحظة اللي لازم تقاوم فيها لآخر نفس. لو تخطيتها محدش هيقف قدامك. سواء نجحت او فشلت، يعني انا كان ابويا يقولها لي كلمه كانت تعصبني زمان والله، بس لما كبرت اكتشفت حقيقتها. يا معلم اذا نجحت فانت نجحت لنفسك، اذا ذاكرت لنفسك، واذا فشلت لنفسك. انا نفسي الجيل الجديد يدرك هذه الحقيقه ببساطه شديده. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو انت، والشخص الوحيد المتضرر من فشلك هو انت برضه، والشخص الوحيد اللي ممكن بشكل او باخر يتكيف من فشلك هو انت برضه. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. هخسر، ده فير، اتعلم بعد كده. هخسر الماتش ده، اكسب الماتش الجاي. هخسر الماتش الجاي، ايه المشكله؟ اتعلم برضو الماتش الجاي واكسب الماتش اللي بعده. هخسر الماتش اللي بعده، ايه المشكله؟ ما هو انا قصدي ما عنديش حل تاني، انا جاي اعيش. عايز تقول ان هو ده مستقبل وما ينفعش يكون غير كده؟ ايه الحقيقه المره، الحياه مش هتتغير، بس التغيير سنة الحياة، وده هو اللي نقدر نعمله، وبيبتدي أول ما نقرر. بس هطلب منك طلب واحد بس، استخدمني، اعمل من خلالي اي حاجة يعني، عشان احس ان ليا قيمة، لان كانت التحديات كبيرة. فالحقيقة مع اي جايزة بناخدها، اولا بحس انها رسالة من ربنا، انه زي ما يكون بيطبطب عليا كده، يعني بيقول لي تشجع، انا يعني انا في ظهرك، انا واقف معاك. انت ليه مستني حد يدعمك؟ يا تنجح لوحدك، يا تقف على رجلك لوحدك، ما حدش هيساعدك، عشان يوم ما يساعدك هيجي يقول لك انا اللي عملتك. اعمل نفسك برجلك، لان كل الناس هتطلع تقول لك وحش، كله في البدايه يقول لك وحش. في الاول وفي الاخر انت كان الريموت كنترول في ايدك، ربنا ما خلقكش وانت ريموت كنترول حياتك في حق ايد حد تاني غيرك. عشان كده انت هتتحاسب على ايه؟ تتحاسب على حاجه كان بره ايدك، تحاسب على ظروف مش ظروفك. فقبل ما تسال نفسك انا اصل المبررات عاوز ازاي، اسال نفسك انا عملت ايه عشان اخد الحاجه اللي في مليون واحد غيري عايزين يوصلوا للحاجه دي. انا عملت ايه زياده، انا عملت ايه مختلف، انا استحملت ايه اكتر منهم. العالم مليان ناس موهوبين ما عملوش حاجه. الدنيا مش عايزه اللي يتفرج عليها، لو فضلت تبص لها من بعيد هتقول لك باي باي يا عيني. لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعه.